باشا بما اننا في العيد، فمصر ما هي الا ناس عماله بتنام والفيديوهات اللي انت هتشوفها دي. اتفضل معايا. انا مش مطمن. اول فيديو معانا راجل ماسك العجل. يا نهار ابيض، اللي انا خدت بالك من اللي انا خدت بالي منه ده. لا ده ضربه في حته، يا خرابي يا لا. مات، مستقبل العيال مات. انزل واطلع يا حاج، انزل واطلع. تاني فيديو معانا يا جماعه، انا هسال سؤالين. اول سؤال، هو الخروف وصل هنا ازاي؟ يعني الخروف ده لو جايبينه من سباقات نط الحواجز مش هيعمل الحركه دي. واللي لحقوا ازاي؟ شعب ملوش كتالوج يا باشا. جابوا بالقرنين، قال له شقه عمري يا صابر. رايح فين؟ شقه عمري. الناس بتشدوا الخروف تقيل يا جماعه، مش عارفين يطلعوه، مش عارفين خلاص. يعني انا عارف ان لو من الراجل اللي قاعد ده اقسم بالله سيبه نفسه هنا يا جدعان. في واحد بيعمل عمليه انتحاريه، اكيد ده مشترك معاهم في الخروف ده، داخل ب 5-6000 جنيه كاوي بقى. ارفع يا ورفع خلاص كده. بيضحي بعمره اقسم بالله. وحياة امي ما انت منتحر لما اكل لحمتك. احنا جايين نهزر هنا. لو ده هيثبت لك اني بحبك فاهو بحبك. ده عجل السقه يا زميلي، ده بينتحر لاجلها. اكيد راح يطمن عليها كده، قالت له انت لو مهتم كنت سالت. ساب العربيه وخلع. دخل فين بقى الله اعلم. تقول لي بتقلق من ايه؟ اقول لك بقلق من الاطفال اللي قاعده بتشوف العجله وبتتذبح. اهو الواد لسه يا واحد تاني خرج من جوه. اكيد العجل بيهرب. العجل بيهرب يا باشا. انت رايح فين؟ انت انك مكسوره يخرب بيتك. بتقفل ايه؟ هو اتكسر. بتقفل ايه الشعب ده يا جدع؟ بتقفل ايه انت اصلا؟ انت ايدك مكسوره وحالتك حاله. خبطوا خبطه مات. اكيد الوقفه دي يا باشا وراها حاجه. العيال بتجري. ايه مفيش توزيع لحمه ولا ايه؟ ده اللحمه جرى. دخلته يعني على الحمار مش مريحه. ده ايه الحمار ماله؟ هو الحمار ولا بيذبحك ولا ليه دم؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض. طب ده عمل ايه ده؟ ايه الافتراء اللي عند العجول ده؟ العجول بقت بتفتري يا جماعه اقسم بالله. الفيديو الاخير ده شكله ما يطمنش. العجل بيحاول ينط من على السطح. شايف ايه الحوار الانتحار اللي بقى عند العجول ده؟ يا نهار ابيض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اتكل على الله، هات السكينه واذبح يابا. رساله لاي عجل بالراحه يابا انت اتخلقت عشان تتذبح وتاكل. محدش قالك انك تبهرني. وبعدين يا جماعه الناس اللي بتذبح العجول دي يعني الجزار بيبقى متفق معاهم ولا هو ده احداث طبيعيه تلقائيه بتبقى متصوره؟ انا ما عدتش فاهم حاجه. في حاجات بقى بتحصل. يعني اللي حاطط العجل فوق السطح، اقنعني حاطه فوق السطح ليه؟ ما تذبحه تحت. هي الارض اتشكت لك من الدم يا عم. بتغذي العين مطلعه فوق السطح. هتذبحه لنفسك ولعيلتك برضك. مش سبب برضك. يا جدعان في ما تلموا عجولكم شويه يا جماعه.